ازيك يا حبيب الزرزور؟ عامل ايه؟ انا حلو وانت حلو. الولا كريم جونزيلا في الاوضه التانية حلو. النهارده الساعه 3 الفجر، فجر الاحد ان شاء الله، سيطل علينا سيد القاره الافريقيه النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده الساعه 3 بالليل هيواجه نادي انتر ميامي في بطوله افتتاح كاس العالم 2025. طيب يا حبيب الزرزور، انا بكره عندي امتحان، والتالتة ثانوي بكره عندها امتحان، فقوم يا حياة امك، ولا تزعل ابوك منك، ولا تشمت حد في امك، ولا تخلي الناس كلها تتفرج عليك وتروح تجيب درجة وحشة وتنام عشان تصحى بدري وتسيب ماتش الاهلي. انت كده تبقى ولد عاق. اوعى يا حبيب الزرزور يفوتك الماتش بالليل، نام من بعد المغرب، اصحى صلي الفجر واتفرج على الماتش وذاكر لك كلمتين قبل الامتحان وتوكل على الله، روح الامتحان. اللي ملوش غير في الاهلي ملوش غير في مصر يا حبيب الزرزور. طيب الماتش هيذاع فين يا حبيب الزرزور؟ الماتش هيذاع على 3 قنوات على التلفزيون. ايه هما؟ ام بي سي مصر، ام بي سي مصر 2، ام بي سي اكشن. ام بي سي مصر يا حبيب الزرزور مين هيعلق عليها؟ وهو يا نهار ابيض الولا مدحت شلبي. ام بي سي 2 وهو فارس عوض. ام بي سي اكشن مش عارف مين، ياسر الدوسري ولا مش عارف مين. المهم في واحد سعودي برضه. فالدنيا جميله والدنيا حلوه. النهارده عايزين نكلمكم على كذا حاجه. عايزين نكلمك على خطه انتر ميامي، مش هكلمك على خطه الاهلي، لان انتر ميامي اضعف فريق في المجموعه واضعف فريق في الدنيا واضعف من باتشوكا. فانت لو خسرت من ماتش الانتر ده الدنيا هتصعب عليك قوي في المجموعه. انت كده هتبقى خسرت 3 بونت من اصل 9، من اصل 9 ايوه، ولسه هيبقى عندك بورتو وهيبقى عندك بالماريس. فانت اي نتيجه سلبيه في ماتش الانتر هتأزمها عليك في البطوله، لان الانتر يا جدعان اقول لك، انتر ميامي دي يا جدعان عامله زي البنك الاهلي في مصر. حاجه تاني، عامله زي البنك الاهلي في مصر، وانا هكلمكم عليها النهارده واقول لكم كل حاجه واطمنكم ما تخافوش. طول ما انت مع الزرزور انت في امان. تعال انتر يا حبيب الزرزور حاليا في الدوري الامريكي في المركز الثالث. لعب 16 ماتش يا حبيب الزرزور، خسر منهم 3 وتعادل 5 وكسب 8، يعني حاجه في منتهى الترجيع. انتر ميامي بيلعب بخطه 4-4-2. شفت عقم اكتر من كده؟ 4-4-2. تعال بقى اقول لك على نقط الضعف ونقط الخطوره اللي من انتر ميامي. تشكيله انتر ميامي معاهم حارس على الله حكايته خالص اسمه أستاري، وبيلعب ب2 مساكين، لوجان وإلين. اللي انت جامد قوي يا جدعان، سردباك ده حلو. على الشمال ألابا ومش هيلعب الماتش بتاعنا للإصابة. وعندك باك رايت اسمه فراي. في نص الملعب بوسكاس وريديندو وسيجيوفوا إليندي وميسي وسواريز. طيب انت كنادي الاهلي نص ملعبك اقوى نص ملعب قلتلك في دور المجموعات بالنسبه لي. نادي الانتر ميامي اضعف نص ملعب في البطوله. اقوى هجوم عشان عنده ميسي وسواريز قدام. سواريز فينيشر عالي، ميسي هيخلق له فرص، فالخطوره من عند ميسي وسواريز. وعندهم برضو السردباك اللي انا قايل لك عليه ده جامد قوي يا جدعان، ده انا اتفرجت له على لقطات، اللي هو ايلين ده. هو ده السردباك ده جامد. يعني عندك 3 خطوره في الفرقه، ايلين ده، إلين، ميسي، سواريز. وفي نص الملعب بوسكاس ده نص الملعب بس، بيلعب جنبه ريديندو ده على الله، والسيجوفيا ده على الله، وإليندي ده على الله. انا الماتش ده اتفرجت عليه، كان ماتش الانتر ميامي ومونتريال امباكت، خلص 4-2 للانتر ميامي وعلى الله خالص، على الله ان شاء الله. فرقه انا بقول لك ترجيع دفاعها على الله. الواد اللي شايله هو ايلين، وقلبه كويس، بس قلبه مش هيلعب فملناش دعوه بقلبه خلاص. فهو دفاعهم على الله. دفاعهم بالنسبه للهجوم بتاعك الشرس دوت وسام، زيزو، تريزيجيه، ولسه في طاهر بره، ولسه في بن شرقي بره. هتسجل في الدفاع الابيض ده. الناس اللي انت هتخاف منها
اللي هو ايلين السردباك الين، وبوسكاس في نص الملعب. ده يعني هما بيلعب ب4-4-2. الاربعه السردباكات مفهومش غير الين، الاربعه نص الملعب مفهومش غير بوسكاس. بس هي دي انتر ميامي. طبعا الفراوده هو بيلعب بميسي، وميسي بيتاخر من الصندوق وسواريز. يعني انت بتلعب فرقه فيها 4 لعيبه، بتلعب فرقه فيها 4 لعيبه بس. الباقيين بقى ايه؟ يعني الباقيين هنا بقى هتلاقي بقى زي يعني الباك رايت هتلاقي مثلا زي المسلوسي، مستوى المسلوسي. هتلاقي مثلا في نص الملعب صلاح ريكو. هتلاقي العيال المستوى ده. انتوا فاهمين الدماغ؟ يعني هي دي الفرقه. يعني انت هتخاف من مين؟ طيب بوسكاس عنده 30 سنه، بوسكاس عنده 36 سنه، يعني اكبر من ابويا. بوسكاس عنده 36 سنه، يعني كبيره اوي. شوط اول هتلاقيه بيلعب، الشوط التاني خلاص هيموت. انت عندك نص ملعب قوي جدا. طبعا حبيب الزرزور اتكلمنا على الخطوره بتاعت انتر ميامي. انتر ميامي بيلعب كوره من العمق عشان ما عندوش اطراف، كورته كلها استحواذ عن العمق. تك 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 في نص الملعب يدور على ميسي يديله الكوره. يعني ما بيلعبش على الجناب، عشان انت برضو على الجناب عندك رعب، عندك يحيى عطية الله على الله ومحمد هاني على الله، فهم لو لعبوا على الجناب هيفتقوك. فالحمد لله ان انتر ميامي بيلعب عن العمق. في العمق بقى هيلاقوا ديانج وحمدي، وهيلاقوا امام عاشور، وهيقابلهم الولا بيكهام، وهيقابلهم الولا داري، فهيبقى فيه تمركز. فانا مش عايزك تقلق من الماتش ده، والله ماتش سهل. طيب اتكلمنا على خطة الانتر، واتكلمنا على لعبهم كله في العمق، ما بيلعبوش على الاطراف، بيلعبوا طبعا هما بيتفشخوا في المرتده، بيتفشخوا في العرضيات، بيتفشخوا في كل حاجه. يعني تعالى اقول لك بقى الاهلي من وجهه نظر الزرزور يلعب ازاي عشان يكسب، من وجهه نظر الزرزور. وخد مني الخطه دي ومش هتسمعها في اي مكان تاني، والخطه دي الانسب للنادي الاهلي طول البطوله. واسمع مني الخطه دي، وبص مش تسمعها في اي حتة تاني، خدها وتفشخر بيها قدام الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. في حراسة المرمى محمد الشناوي، قدامه بيكهام، جنبه حمدي فتحي. حمدي فتحي يلعب سردباك عشان دوت هيفيدك بالخروج من الكورة. وحمدي فتحي لعبها قبل كده، يعني مش جديد عليه، برغم العجز اللي عندك. ما في العش وعندك ياسر، فعلى الله حكايتهم. فانت افضل سردباك عندك بيكهام، تلعب جنبه سردباك يخرجك من الكورة ويمسك لك كورة وينقل لك هجمة ويطلعك من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية، فهو حمدي فتحي. طيب باك ليفت يحيى عطية الله، باك رايت محمد هاني. في نص الملعب اسمع مني كالآتي: هلعب ب2 مثلث لفوق، يعني مثلث 2 كده، 1 2 1. هلعب ب6 اليو ديانج عشان يغطي لي المساحات اللي ورا، هيغطي لك كل المساحات والفوارغ اللي في نص الملعب. جنبه بالرمضان عشان يعرف ينقل لك الكوره ويرفع عينه على تريزيجيه وزيزو وسام، ويفضل يرفع عينه على الملعب وينقل لك نص ملعبك ويطلع فرقتك بالكوره، فهو بالرمضان. فانت كده هيبقى بالرمضان جنبه ديانج، انت كده كلبشت نص الملعب. لو حد عدى من ديانج هيلاقي وعديه لبيكهام لحمدي، فانت كده كلبشت نص الملعب وامنت دفاعك. قدامهم طبعا الولا امام عاشور. هجوم، خط هجوم النادي الاهلي: فروت صريح وسام ابو علي، على الشمال تريزيجيه، على اليمين لعبنا اللاعب الخلوق البالونة الحمراء الولا احمد السيد زيزو. فانت كده هتبقى في نص الملعب، امنت نص الملعب بديانج، عرفت تخرج بالكرة بالرمضان، عرفت تبقى خطير على المرمى وتطير الاجنحة بامام عاشور، تريزيجيه، زيزو، 2 طيارات طيرهم، وسام ابو علي. لعب كده ريفيرو. مبروك الفوز بسكور على نادي انتر ميامي. الكلام دوت الخطه دي انت مش هتسمعها من اي حد. محدش هيقولك حمدي يلعب سردباك،
محدش يقول لك الكلام ده غير عند العبد لله الزرزور يا جدعان. يا ابني انت مش متابع اي حد، انت ما بتتفرجش على اي حد، يالا ده انا الزرزور. اسمع مني وربنا الخطة دي اجمد خطة يا جدعان. طيب عندك بره هيبقى طاهر، اسلحة برضو مركونة، طاهر، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة. عندك بره ناس قاعدة كتير، عندك ياسر ابراهيم برضو، عندك مش طبعا عمر كمان مش هنجيب سيرته خالص، عندك كريم الدبيس برضو لو يحيى عطية الله جاله اي حاجة. فانت عندك بره حمل مركونة وحمل قاعدة بره لو حصل حاجة لا قدر الله. طيب ريفيرو، واحد بيسأله في المؤتمر الصحفي بيقول انت بتضحكش ليه يا ريفيرو، انت ضحكتك ليه، في ايه مالك؟ قال له لماذا اضحك؟ ربما اضحك بعد المباراة، ربما اضحك بعد المباراة. اقعد ساكت، اضحك عليا ده عبيط. ريفيرو يا جدعان هيهاجم الانتر. ريفيرو يا جدعان مدرب ابديت يعني، مدرب بيلعب كرة هجومية، بيلعب كرة حديثة، ما بيخافش، بيهاجم، بيبدأ كرة من تحت قوي لحد الشناوي. والشناوي انا زي ما دي مقطوعة رجلي كمان مقطوعة، فربنا يستر، فدي حاجة مغوشاني، معرفش يلعب برجله خالص الشناوي. ولو حصل حاجة ممكن شوبير يبدأ، من وجهة نظري شوبير يبدأ، بس مش هيبدأ طبعا عشان الشناوي كابتن الفرقة وانت عارف القصة والحكاية، بس شوبير احسن من الشناوي برجله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، توقعاتك يا حبيب الزرزور للقاء النادي الاهلي وانتر ميامي. النادي الاهلي سيفوز على انتر ميامي بنتيجة 2-1. سيتقدم النادي الاهلي بثنائية ثم يقلص الفارق نادي انتر ميامي بهدف لا شيء عشان يفوز النادي الاهلي 2-1 في لقاء هينتهي الساعة 5 الفجر. خدها مني وارميها في البحر. اقابلك بعد الماتش بعد فوز النادي الاهلي على الانتر بالخطة اللي انا قلت عليها. لو ريفيرو عمل غير اللي انا قلت عليه ومحدش لقطه وتظبط خلاه يتفرج على الحلقة، فكلنا نمنشنه ونقول له يا ريفيرو تابع الزرزور عشان تبقى كسبان وتكمل مع النادي الاهلي. كان معك الزرزور، اشوف وشك على خير بعد الماتش عشان اصور لك حلقة قبل ما اروح الامتحان، انت فاهم، مفيش حاجة تمنعنا غير الشديد القوي. قابلك حبيب الزرزور بعد اللقاء. كان معك الزرزور وقلت لك ما هو مفيد وهو ما هو يحدث وهو ما سهو. سلام عليكم.